السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم وأسعد الله أوقاتكم. بداية اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم سأتحدث عن تنظيف المشربية وعن الماء الراكد. عندما نقول ماء راكد يعني ماء لا يتحرك. عندما يطول مدة الماء في المشربية فإنه يتكون داخل المشربية أشياء. هذه الأشياء مع الوقت قد تتحول إلى أو قد تفقس بيوض داخل الماء، بيوض أو ديدان أو ما شابه، فتتحول إلى مرض معوي عند الكناري. طبعا لدينا أكثر من طريقة لتنظيف المشرب. عندي طريقة اللي هو إن أنا أجيب فرشاة أسنان ناعمة وبهذا الشكل، أن أنا أنظفها وهيك تمام، هذا الشكل من الداخل، تنظيفها جيدا، ثم أضع فيها الماء وأخضها جيدا، ثم إن أنا أفرغها من الماء تمام، وأقوم بتعبئتها مرة أخرى، أخذها أنظفها وأقوم بتفريغها. الطريقة الأفضل وهي باستخدام الكلور، ونقوم بتجميع جميع المشارب في سطل، في جردل، ونملأ نصف الجردل ماء، ثم نضيف إليه ما تيسر من الكلور. يعني لو ضفنا كوب من الكلور المركز أو نص كوب، ثم نترك المشربيات لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ونعود بجردل آخر في ماء، ونقوم برفع المشارب من الماء المكسور فيه الكلور إلى الجردل الآخر اللي فيه الماء النظيف، ثم نقوم بشطفها وتعبئة المشارب مرة أخرى، وتقديم الماء للعصافير، للكنانير. طبعا هذه الطريقة تقي العصافير من الكثير من الأمراض المعوية، وهي تعد من الأسباب الرئيسة للسالمونيلا وللأمراض المستعصية، الديدان بالذات، الديدان التي تقتل الطير دون أن يشعر المربي. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة كنت ترانا المرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.